حق يقال أن المملكة المغربية كانت في مستوى عالي في هذا الحدث الرياضي الكبير الذي جمع أكبر شخصيات كرة القدم. يعني نصيب الأسد كان المملكة المغربية، الحق بولو المغرب. والحق يقال معناها في اونتر بارانتيز تيت بارانتيز. أنا وقتها جيت ان بو كوريو، الحق زرت المنشآت الرياضية وأستطيع أن أقول المنشآت الرياضية التي ستحتضن كأس افريقيا الأمم وحتى كأس العالم، خاطر فيه ملاعب اللي هي مصنفه كاس افريقيا وفي ملاعب اللي مصنفه كاس افريقيا وكاس العالم. والحق يقال ان ما شاهدته واجزم ان المملكه المغربيه فهي جاهزه بكل جوزيه بمعنى اتم الكلمه لهذا الحدث. حدثين هما كاس افريقيا الامم وكاس العالم من كل النواحي. منشآت من طراز رفيع. المنتخب التونسي مش يلعب في ستاد اولمبيك دو رباط، الملعب الاولمبي في الرباط قريب لملعب مولاي عبد الله اللي هو سيحتضن اول مباراه واخر مباراه. هو زاد كيف كيف في كاس افريقيا وفي كاس العالم 67,500 متفرج ومعناها امور عاليه والتقنيات عاليه جدا. نقول مبروك للمغرب اولا. ثانيا نقول زاد اللي اول مره في تاريخ كاس افريقيا اللي كل فريق عنده سون تيران دونتريمون، ملعب تمارين وحده من جهه، وملعبه احنا عندنا ملعب ما يلعب فيه كان تونس وفندق ما يقعد فيه كان تونس. هما الفكره كانت باهيه خاطر باش يحتمل امطار يحتمل كذا باش معنى العشر كذا. واخيرا وليس اخرا